من اول ما بدات القناه، ودي من اكتر الوصفات اللي بتطلب مني: ايه اعملي سينامون رولز. سابت الطب واشتغلت شيف. أول ما طلعت كان بيظهر منها صوتها بس. الناس اتهمتها بإنها نادية السيد وقعدتها في بيتها، وحصل خلاف كبير بينهم بسبب طبق نجراسكو. كلامنا هنا عن الشيف آية حبيب اللي قلب السوشيال ميديا بوصفاتها، ازاي اتشهرت وليه سابت الطب وكملت في الطبيخ. كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. سابت طب بيطري وجريت ورا حلمها لحد ما قدرت تحققه في سنوات قليله، وبقت من اشهر الفود بلوجرز اللي على ساحه السوشيال ميديا. حكايه اي حبيب بدات من اول ما اتخرجت وبقت دكتوره واشتغلت في عياده بيطريه وقعدت سنه في المجال، بس حست ان مش ده اللي هيمشي معاها، خاصه وانها ما دخلتهوش عن اقتناع، كان رغبه اهلها. فغيرت الكارير بتاعها وحولت وبقت دكتوره تغذيه وتخصصت في الاكل الهيلثي. بعدها سابت مصر وراحت امريكا مع جوزها. هنا بقى حصل التحول في حياتها وفتحت قناه لاول مره سنه 2020. اول وصفه كانت المعجنات السوريه، وبعدين عملت اكل هيلثي وصحي. واحده واحده طريقتها بقى وتصويرها كانوا اكتر من رائعين. قدرت توصل لملايين المتابعين اللي بيتابعوها في أكتر من مكان في مصر والوطن العربي، ووصلت قناتها الخاصة على اليوتيوب لحوالي 5 مليون مشترك، غير طبعا الفيسبوك والتيك توك والإنستجرام. أي حبيب بتعمل أكلات شعبية مصرية رغم إنها موجودة في الغربة وفي بلد مش عربية، إلا إنها بتعمل كشري ومحاشي وكبدة وكل حاجة. يعني الغربة ما منعتهاش من الأكل المصري الأصيل. أي حبيب بتعتمد على التصوير وصوتها في فيديوهاتها وهي بتطبخ، لكن نادرا ما بتظهر هي في المحتوى. وعن اكتر محتوى شد انتباه الكل هي كيكة توم اند جيري اللي كانت شكلها عبارة عن مثلثات جبنة رومي. وحقيقي آية في حتة تانية من كتر إبداعها ووصفات أكلاتها. اللي بيميز آية بقى هي طريقتها المختلفة والبسيطة وصوتها المميز الشتوي اللي أول ما تسمعه مش هتقدر تنساه وهتعرفها على طول. آية بتعمل حلويات وأكلات مميزة ومختلفة بس بخلطات سحرية قدرت تحقق نجاح وملايين. اللي ما تعرفوش بقى إن ناس كتير بدأت تقلدها، ويقال إن نادية السيد أخدت منها الفكرة بتاعتها في الفيديو اللي بيعتمد على التصوير والصوت الشتوي، وده طبعا خلق حالة من المقارنات ما بينهم، وفي كلام كتير عن مين اللي بيقلد التاني، سواء بقى في الوصفات أو الأفكار أو حتى طريقة التصوير. ناس كتير اتهمت نادية السيد لأن آية أقدم منها في المحتوى، وطلعت ساعتها نادية هاجمت الناس وقالت إنها عملت بلاغات عن 6500 فيديو سرقوا منها الأفكار. بس الغريب إن آية ساعتها التزمت الصمت لحد ما جه وقت وطلعت وقالت إنها أكبر من كده، وأثبتت إن طريقة النجراسكو بتاعت نادية هي اللي قلدتها فيه. بعدها بقى اختفت تماما، وناس كتير بتسأل إيه سبب الاختفاء ده، بس مفيش إجابة حتى الآن. وانقسم المتابعين ساعتها الفريقين، فريق شايف إن آية بتبدع في مجالها وناس كتير بدأت تقلدها من ساعة ما ظهرت على الساحة، وفريق تاني شايف إن كل واحدة ليها طريقتها ومحدش قلد التاني. يا ترى لو انت بقى من متابعي آية حبيب، ايه أكتر وصفة أعجبتك؟